السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء عبر قناة الزهرة. النهاردة هنقول حكاية جديدة خالص وشهادتها يعني قرية في محافظة المنوفية، هي قرية أبو مشهور التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع. هذه الواقعة هي للشاب محمد عبد العزيز. محمد عبد العزيز شاب مصري خرج بحثا عن فرصة عمل، سافر إلى دولة ليبيا الشقيق، ولكنه ما أن وصل إلى مبتغاه ودخوله لدولة ليبيا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. نشوف الحكاية ديت إيه سببها وليه لفظ أنفاسه الأخيرة. طبعا محمد زي أي شاب مصري بيبحث عن فرصة عمل، استدان كالعادة، أخذ قرض من أحد البنوك ب20,000 جنيه. تعب كتير جدا لحد ما وفر مبلغ من المال، قام بدفع هذا المبلغ لأحد المتعهدين بالسفر والبحث عن فرصة عمل في دولة ليبيا الشقيقة. شد الرحال وتوجه محمد بالفعل إلى ليبيا، تاركا خلفه كثير من القصص والحكايات. والدة محمد وهي الحاجة صباح قالت والحزن بيعتصرها إن محمد كان هو سندي في هذه الحياة. طبعا ساهم في تربية إخواته، تحمل عبء مسيرة الحياة مع أسرته بعد وفاة والده. قالت الحاجة صباح: ترملت قبل سن 30 وكان لدي 5 من الأبناء، أكبرهم هو محمد، وكان في المرحلة الإعدادية آنذاك، وكان يعمل في فرن بالليل ويدرس في المدرسة بالصباح. الحكاية دي احنا بنرويها ولسه أصدقها ما زالت مستمرة الآن في قرية أبو مشهور التابعة لمدينة أو مركز بركة السبع. الحاجة صباح هي بطلة قصتنا النهاردة، وهي اللي بتحكي وبتروي هذه المأساة. قالت إن محمد ابنها زوج إخوته الأربعة، وتزوج أيضا من شقاه ومن كده ومن تعبه، ثم سافر بعد ذلك إلى ليبيا وعاد مرة أخرى. هو لم سبق له السفر مرات كثيرة إلى ليبيا، ليست هذه هي المرة الأولى. عاد من ليبيا مرة ثم مرة ثم مرة، ومكث يعمل كخباز في المخابز ليلا، وأصيب بمرض السكر وكان يؤثر عليه بشكل كبير جدا. الحاجة صباح بتروي حكايتها مع محمد ابنها الفقيد. كان محمد كبير البيت، حتى أولاد أشقائه كانوا يرتبطون به ارتباطا كبيرا، ربنا يرحمه. وتابعت الحاجة صباح: لفظ محمد أنفاسه الأخيرة بعد تعرضه للنصب، وكان قد اقترض مبلغا ماليا كبيرا لمساعدته على السفر وتحقيق أحلامه، إلا أنه ذهب وواجه مصيرا مؤلما، وقد استقبلت الأسرة جثمان الفقيد محمد عبد العزيز عائدا من الأراضي الليبية، وتم دفنه بمقابر العائلة بقرية أبو مشهور بمركز بركة السبع. طبعا قصة وحكاية مأساوية بتؤكد أنه ما زال هناك أحلام لم تتحقق، ما زال هناك شباب يحلم بالسفر، وده حق كل شاب. النهاردة احنا بنسدل الستار على قصة حزينة مأساوية شهدتها قرية أبو مشهور التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.